اجهال المنطقة والله دوخونا بالطوبة مالتهم. كل ساعة ضربوا التشيك وكل ساعة ضربوا الباب. يا بعوفهم ما يروحون، هم جهال. ثاني شي مثلنا احنا كان قبل عندنا ملاعب، اكو منتديات نروح نلعب بيها. ذكرتني. تتذكر ابو تحسين مرة من اجت لجنة اختيار اللاعبين، كان يجيني المدرب ابو حمرة الله يرحمه، ما ادري الله يذكره بالخير، كان يقول لي اليوم اريد اللعبة منك، اكو لجنة مال منتخب، واذا لعبت زين يسحبوك للمنتخب. والمشكلة الفريق اللي مقابلنا منو بيه؟ حسين سعيد واحمد راضي ورعد حمودي ناظم شاكر، يعني فريق قوي لمنتخب العراق. كانت تبدي اللعبة، وانا سمعت هيجي كانت تحمست، ملخت نفسي تملخ. يعني اتصور شحطت شحطة من نص الملعب 10 امتار الا وقفت اللجنة وقفت على حيلها، قالوا هذا وين كان مضمون. نوب اخذت الطوبة وركضت بيها كفيت لي 4، حتى ناظم شاكر كفيتي، كان ارفعها وجاسم الوسخ كله اني يسددها، كان يجي الجول. خاله ما اقول لك جيبه انه ودي من هنا جبت جولين، الثاني والثالث كان انتهى اللعبة. اللجنة تخبلوا عليه قالوا انت وين جيت مضموم وين؟ اليوم نستدعيك للمنتخب، حضر نفسك، حضر الجنسية مالتك وتعال لنا للجنة الأولمبية حتى نطلع لك جواز عم تروح ويانا المعسكر البرازيل. هالحكي 86. قالوا اروح للبيت ادور على الجنسية ماكو، قلبت البيت قلبت الدنيا ماكو، اخر شي فتها، وبالاخير ما رحت للمنتخب واخذوا مكاني. اني هسه حال واحوال. زين تريد تقنعني انت مقول على رعد حمودي جولين وغالب الفريق 3-0 بذاك الوقت اللي كان ما حد يقدر انه يعني مستحيل الشغلة، مو شو تقول ابو تحسين؟ لك لا، ترى ابو صقبان كان لاعب وسألنا عليه مرة كنا خسرانين يعني، واللعب كله لهم كنا خسرانين 5-1، كان يجي قلنا الخالي انقذنا احنا بشاربك، كان يدخل الشوط الثاني جيبه عادل النتيجة، كان يجيب الثاني رفع عرضية جاب الثالث الرابع الخامس عادلنا النتيجة، كان يرفع لي عرضية انا ما العلم كانوا شي يصيحوا لي ابو التسكين، لان انا الطوبة ما تفلت من عندي، حتى سميت ابني تحسين لان نفس الوزن. المهم كان يرفع العرضية الي سكنتها سددت اجت جول، كان الفوز. لا تسحب عليك لك هذا ابو صقبان. يمكن الجو صار حار، خلوا اطلع الصوندة وارش الشارع نبرد الجو. لحد نترخص احنا باكر نمر لك ان شاء الله، مع على السلامة. راحتكم يابا، يلا ان شاء الله باكر انتظركم، بس باكر احرش الشارع قبل لا تجون.